وهو فراق الحسين، وهو فراق الحسين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهو فراق الحسين، وهو فراق الحسين. اللهم لا اعتراف شما تقدر بالقضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام على الحوراء زينب، السلام على الأقدام التي خطت على طريق الحسين، السلام على زوار الحسين. السلام عليكم مشاهدين قناة الأنوار الفضائية أينما كنتم. نحن وإياكم في هذه التغطية لمسيرة الإباء، مسيرة ال40 من مملكة السويد، فكونوا معنا. كي يسجد في ترابه. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين. ونحن نعيش في رحاب الحسين من خلال ال40 ونواسي ونشارك الجموع التي تزحف إليه إذعانا ببلوغ هذا الحزن الذي عم الدنيا وعم هذه الأرض ونحن في شمال الكون. وأقول طفك يوم ذكرن فيعني، طفك يوم ذكرن فيعني، مناراتك شمس ظلها فيعني، مناراتك شمس ظلها فيعني، أدري من أجي يمك فيعني، جديد الروح تشحنها إلي، من هويتك أبد ما مال ديني، من هويتك وطب الجنة أدري، من هويتك إذا باكر ملك سائني، من هويتك أقل لحسين نبضي والهوية، أقل لحسين نبضي والهوية. والسلام عليكم. كل سنة بالسيارة دربي، هالسنة شو لزمني قلب، معقولة كلها تمشي وانا من عندها الحرم يا ربي. يا إلهي ارحم قلوبا لن تصبر في غيابه. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهو فراق الحسين، وهو فراق الحسين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهو فراق الحسين، وهو فراق الحسين. قلبي من دم ومشاعر، ما هو قلبي من حديد، ب40 شلون اقنع روح ازوره من بعيد. طيني هالسفرة يا ربي وخذ مني شما تريد. اي نعم كل شي تريد. شاغل سافرت حسينة ردت لاخوها ب40، متعود انا ويا جابي نتلقى كل سنة الضعينة. فمع الحوراء خذنا ننحب على مصابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزي الأمة الإسلامية والعالم أجمع بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حاليا بالسويد مدينة مالمو. وهو فراق الحسين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
وهو فراق الحسين، وهو فراق الحسين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهو فراق الحسين. نعزي صاحب العصر والزمان، ونعزي مراجعنا العظام، ونعزي فاطمة الزهراء بهذا المصاب الجليل. السلام على الحسن والحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الحسين، اللهم احنا من عشاق الحسين، اللهم اجعلنا من أنصارهم وأعوانهم ومن الذائبين بين أيديهم بحق محمد وآل محمد. راح أظل أتعب نحيبي، وفقني أوصل لحبيبي، غير القدر يا ربي، واجعل زيارته نصيبي. قلبنا ذاب اشتياقا كي يسجد في ترابه. ربنا لا اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بمناسبة 40 الإمام الحسين عليه السلام، وإحنا هنا الجارية المسلمة اللي مالمة جاي نقيم معازي ونجي ونسوي مسيرات ونسوي شيء في سبيل نعتبر أرواحنا مشاركين بالمسيرة. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهو فراق الحسين، وهو فراق الحسين. مثل هزة جذع مريم ظل يهز روح الحنين، وانت يا رب اختبار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إيمانا بهذه الآية المباركة وإيمانا بقول إمامنا الصادق سلام الله عليه: احيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. خرجت هذه الجالية في مدينة مالمو جنوب السويد، جنوب المملكة السويدية، إحياء لهذه المناسبة العطرة ألا وهي ذكرى 400 الإمام الحسين، تجسيدا للدور الذي أداه الإمام الحسين صلوات الله عليه في نشر الحق وطمس راية الباطل ورفض الظلم، وكذلك تجسيدا لموقف سيدتنا الحوراء زينب سلام الله عليها، ذلك الصوت الناطق والهادف في تلك الثورة المباركة إلى إحياء كلمة الحق وموقفها التي وقفت ضد الطاغية يزيد وابن زياد. فراق الحسين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا والسلام على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. خرجت المؤمنين والمؤمنات في مالمو السويد مناصرة لأبا عبد الله الحسين في مسيرة 40. اللهم تقبل منا هذا، وإن شاء الله يعتبر من زوار الحسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، وشكرا جزيلا. روح أزوره من بعيد، طيني هالسفرة يا ربي، وخذ مني ما تريد. اي نعم كل شي تريد. شاغل سافرت حسينة، ردت لأخوها ب40، متعود أنا ويا جابر نتلقى كل سنة الضعينة، فمع الحوراء خذنا ننحب على مصابه. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. شكرا لله على نعمه، وشكرا لله على كرمه، وشكرا لله على إحسانه. شكرا لك يا سيدي يا مولاي أبا عبد الله، شكرا لك بأن قبلتني أن أكون خادما لخدام خدامك سيدي. شكرا لك سيدي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان.
شكرا لك سيدي يا مولاي، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. شكرا لله على كل ما أنعم، وشكرا لله على ما أكرم. هذه المسيرة تأسست باسم الحسين، انطلقت في الأردن سنة 1993، انتقلت من الأردن إلى سوريا سنة 96-97، وأيضا مسيرة أربعينية الإمام الحسين من السيدة رقية إلى السيدة زينب. دخلت إلى السويد سنة 2001 17/10، 21/10 التقيت بالأخ أبو ترتين كفيل مصلى الإمام الحسين عليه السلام، كان مظاهرة، قلت هذا شلون؟ أنا استوني جاي، قال لي تقدمت للستون وتحصل الموافقة. من 2002 ولحد الآن من بركات الإمام الحسين هذه المسيرة وأنا خادمها الصغير. هذه المسيرة سميت باسمي وبإشرافي حتى ما تسيس، حتى ما تجير. طبعا ولن نخضع لأي مكتب، لأي شخصية، لأي تيار، لأي حزب من الأحزاب، وكل المراجع العظام نتشرف بخدمتهم، ولكن هذه سميت مسيرة الإباء، بدأت وسوف إن شاء الله لن تنتهي إلا باسم الحسين عليه السلام. طبعا أنا باسم الجالية الموجودة في مدينة مالمو أتقدم بالشكر والثناء إلى كل الموالين والمواليات خدمة الإمام الحسين الذين تجشموا عناء السفر من فنلندا ومن النرويج ومن الدنمارك ومن ستوكهولم، تشرفوا وإحنا الشرف أن أيضا من نسير خلفهم. شكرا لهذه القنوات الولائية، قناة الأنوار المتفضلة دائما بنشر علوم أهل البيت عليهم السلام، والأنوار ليس لها هذا السبق الأول ولكنها دعمتني، وأنا أشكر كل الإدارة والكادر في قناة الأنوار على مساهمتهم ومشاركتهم معنا في إحياء هذه الذكرى. شكرا للإمام الحسين مرة أخرى، وشكرا لك يا سيدي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، وشكرا لكل من جاء وشارك في مسيرة الإباء. شكرا لقناة الأنوار مرة أخرى، الحاج أبو زهراء الحمزاوي المشرف العام على مسيرة الإباء أربعينية الإمام الحسين في مدينة مالمو السويد. حياكم الله. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا. نعم سادتي المشاهدين، كنا نحن وإياكم في هذه التغطية الخاصة لمسيرة أربعينية الإمام الحسين، مسيرة الإباء من مدينة مالمو السويدية. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات أخرى. مثل هزة جذع مريم ظل يهز روح الحنين، وانت يا رب اختبار للعباد المؤمنين، اختبر كل شيء إلا